لو سقف شقتك واطي ما تركبش جبسن بورد، علشان هتحس ان الشقة بقت اضيق ومخنوقة. معلقة الخل على اي عجين هتخليه هش وجميل، جربها. وانت بتختاري شريك حياتك اختاري اهله معاه. في اول العمر هتفتكر ان الراجل اهم حاجة، ولكن بعد كده هتعرفي ان الاهل دول هيبقوا اعمام وعمات عيالك، فلازم تختاري بحرص وانت كمان. ومن قلة قيمة الكذاب انه بيحلف بذمة حتى ولو محدش سأله عن حاجة. البهارات علشان تفضل محافظة على جودتها وطعمها الحلو لازم تحطها في علب مقفولة كويس وتحفظها في مكان بارد زي التلاجة مثلا. ممكن تكون ذكي، بس صدقني لازم تطلب النصيحة وتقبلها، لأنها بتعين الغفلان وتفكر النبيه. وانت بتأسس شقتك ما تنساش تعمل بلاعة في المطبخ والبلكونات، علشان من غيرهم التنظيف هيبقى أصعب. ومنين تعرف انك اتفتنت؟ لما اللي امبارح كنت بتشوفه حرام وكبير النهاردة بتشوفه حلال وهين. ولو عاوز ابنك يكون له رأي وسط الناس وما تكونش شخصيته ضعيفة، يبقى لا تشتمه ولا تعوده يذل روحه لحد ولا تهين كرامته. وتميز ازاي ان اللي قدامك ده كلامه حلو ومعقول لما تسمع كلامه وانت مهتم، وبعد لما تسيبوا بعض وتتفرقوا تفضل تفكر في اللي كان بيقوله. ولو معرفتش تعمل حاجة كبيرة وكويسة عادي، ما ترهقش نفسك واعمل حاجات صغيرة بس بطريقة كويسة. حتة الكيوي على أي تتبيلة للشوي سواء للحمة أو الفراخ هتخليها وقت الشوي طرية وبتستوي بسرعة، جربها. لو عرفت تتغلب على زعلك وتتخطاه لوحدك ساعتها مش هيفرق معاك مين يفضل ومين يمشي. ولازم تسامح روحك وتحب نفسك، علشان لو معرفتش تحب نفسك لما هتسافر أو تقعد لوحدك مش هتتونس بيك وهتحس إنك قاعد في سجن. ولو هتركب تكييف في أوضة بلاش تحطه فوق التلفزيون، علشان ممكن يسرب مية عليه ويبوظه، وكمان هيخلي المنظر العام مش حلو. وتعرف ان اللي بتمر بيه ده حب حقيقي بجد لما قلبك وعقلك يكونوا متفقين ومفيش بينهم خلاف على كده. ولما تلاقي حد حبيبك غضبان سيبه لحد لما يهدى وتجنب الكلام معاه، لان ده من درجات الاحسان، وده لان الغضبان بيبقى تحت رحمة شيطانه وما تبقاش انت والشيطان عليه. ولو عاوز مقامك يكون عالي وسط الناس عليك بحاجتين: خليك صادق في كلامك واسكت عن اللي ما يخصكش. ومش عيب انك تضحي علشان صاحبك، لكن المهم انك تلاقي الصاحب اللي يستاهل التضحية دي. وانت بتدي الثقة لحد ما تدلقش وتديها له بكل قلبك، خصوصا لو في اول العلاقة. ابقى سيب مساحة لخيبة الامل ومساحة تانية تستوعب بيها اي خذلان. ولو لمست اللين والسهولة في شخص اعرف انه شخصية قوية، لان الشخص الضعيف ما حلتوش غير الجحود والقساوة. رجوعك للبيت ممكن يكون حاجة عادية، لكن بمرور الايام والسنين هتعرف قد ايه انها من اجمل الحاجات اللي ممكن تحسها وتحصل لك. الشغل مش هيموتك حتى ولو بتتعب فيه، انما الفراغ هيجيب اجلك ويموت كل حاجة حلوة جواك. واوعى تكون فاكر ان الرزق هو اللي ربنا بيديهولك من خير، ممكن كتير جدا يكون الرزق في بلاوي ربنا حاشها عنك وانت مش داري. ولو مش عارف سكتك وملامح مشوارك يبقى من الظلم انك تاخد حد معاك. ومن اصول الصداقة ان حتى ولو ما عندكش حل ما تخليش صاحبك لوحده. وبكرة يجي عليك وقت وتنسى فيه الايام الصعبة، بس اوعى ابدا تنسى اللي هونها عليك. أول ما هتبعد عن حاجة كنت متعلق بيها هتبدأ تفكر فيها وقت ما تكون فاضي، علشان كده لو قضيت على فراغك هتنساها بسهولة بإذن الله. الصدقة ليها أثر عظيم على الحياة، بتساعد على الشفاء من المرض ومغفرة الذنوب واستجابة الدعوات، وبتثبت صدق إيمانك بالله. فياريت تطلع صدقة ولو جنيه. كل شيء في الدنيا مؤقت، فلو حسيت ان الدنيا تمام افرح على اخر جهدك، ولو حسيت ان الدنيا متعقدة ما تضعفش ولا تيأس، لان الوضع مش هيستمر على كده. السلام عليكم.